السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. هنعمل اكبر كميه مقليات باقل كميه زيت. هنقلي بطاطس وبتنجان وكمان فلفل باقل من ربع كوبايه زيت. زي ما انتم شايفين الطبق الكبير ده كله باقل من ربع كوبايه زيت. فانا معايا هنا بتنجانتين ومعايا بطاطس ومعايا كمان فلفل. ويعني ايه يستحسن في الوصفة دي الفلفل اللي هو الرومي، بس بصراحة ما كانش عندي فلفل رومي، فالمتاح عندك اشتغلي بيه زي كده. فانا قشرت البطاطس والبتنجان طبعا وقطعتهم كده صوابع، بس ايه صوابع سميكة يعني، بلاش تخليها صوابع رقيقة. وقطعت الفلفل برضو قطع كبيرة. وكمان معايا ايه دول حوالي 3 قرون كده من الفلفل الحامي برضو، علشان نشطشط الدنيا يعني. فهنجيب طبق كده ومعانا معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسمر، ومعايا معلقة من البابريكا. وطبعا معايا هريسة الشطة دي اختياري، انت ممكن تستغني عن هريسة الشطة وتحطي ملح. يبقى احنا حطينا فلفل أسمر وحطينا بابريكا. وهنحط كده بقى ايه الزيت بتاعنا، يعني أقل من ربع كوباية زيت في الخليط اللي معانا ده. طبعا هريسة الشطة دي انت لو ما حطيتيش هريسة شطة هتحطي ايه معلقة صغيرة كده من الملح أو نص معلقة من الملح. لكن أنا ما حطيتش ملح عشان استبدلتها بهريسة الشطة، هتدي طعم إن البتنجان والبطاطس متبلين. وهتخلي طعمهم حلو كده يعني. وبعد كده جيت بقى ايه قلبت كل المكونات دي كلها مع بعضها، التوابل مع الزيت. وطبعا البابريكا مهمة جدا، هي اللي هتدينا لون حلو مع هريسة الشطة. واحطه في الطبق كده وهبدأ اقلب بايديا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت لو من الناس المقروفين اللي بتقرف يعني هتلبسي جلافز، لان ده مش هينفع يتقلب بالمعلقه من الاخر، يعني لازم تشتغلي بايدك. انا اشتغلت بايدي زي ما انتم شايفين كده كله مع بعضه، الفلفل مع البتنجان مع البطاطس. وهقلب كده من تحت لفوق لغايه ما كل البطاطس والبتنجان والفلفل اللي معايا يتغلفوا بالتتبيله اللي انا عملتها دي. بصراحه ريحتها طالعه جميله جدا. وكمان كل ما تقلبي هتديكي لون حلو، هتخليكي الحاجه لونها احمر كده، لان احنا حاطين هريسه شطه وبابريكا. هتديكي لون جميل قوي، شايفين ادتنا لون جميل جدا يعني، ما شاء الله يعني. ومعانا كميه كبيره ما شاء الله، زي ما قلت لكم باقل من ربع كوبايه زيت. طبعا انت لو من الاثرياء وعندك صينيه تيفال او جرانيت حجمها كبير، هتشتغلي على طول فيها، هترصي الحاجه في الصينيه اللي هي ايه غير لاصقه، اذا كانت تيفال او جرانيت او سيراميك بقى اللي موجود عندك. لكن لو انت يعني من الناس اللي زي حالي كده، فانا جبت اللي هي الصاجه بتاعه الفرن، واستغنيت عن ايه ورقه الزبده دي. يا ستي ورقه زبده ب2 جنيه مش مشكله. وقمت حطاها على الصينيه كده او على الصاجه يعني بتاعه الفرن. وقمت رصه الحاجات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. هرص الاول البتنجان، وبعد كده ايه يخلص ارص البطاطس، وبعد كده ارص الايه الفلفل. وتحاولي تسيبي مسافات بينهم، خاصه البتنجان والبطاطس لانهم هما ممكن يلزقوا في بعض، لكن الفلفل مش مشكله ما بيلزقش. فزي ما انتم شايفين انا رصيت كل الكميه اللي معايا، وهجيب بقى الفلفل ازنقه كده بين الحاجه، ما فيش مشكله يعني الفلفل مش بيلزق. لكن زي ما قلت لك سيبي مسافات بين البتنجان وبعضه وبين البطاطس وبعضها علشان ما تلزقش منك. وبعد كده بقى هنعمل ايه، هنجيب بقى ورقة فويل، ونقوم مغطيين بقى ايه الصينية بتاعتنا مقفلينها كويس قوي. ده الفلفل الحامي بقى كنا هننساه. الفلفل الحامي برضو حطيته مكان التتبيلة، وبرضو هحطه كده. طبعا للناس عشاق الحاجات السبايسي، لو مش بتحب الحاجة الحامية يبقى بلاش منه يعني. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكله جميل قوي كمان قبل ما يستوي والله. هتجيبي بقى ورقة الفويل وهتقومي مغلفة الصينية كويس جدا، بحيث ان انت لما تدخليها الفرن البخار اللي يسوي البتنجان ويسوي البطاطس طبعا. وطبعا هي البطاطس اكتر حاجة تاخد وقت، يعني هو كله مش هياخد يعني حاجة يعني ربع ساعة وهيبقى الدنيا خلصت يعني. كأنك برضو حطاها في الطاسة وبتقليها على البوتاجاز، بس طبعا هتبقى يعني وفرت زيت كتير جدا يعني، ووفرت وقت كمان والله. انت هتحطها في الفرن وتنسيها. طبعا احنا حطيناها ايه غلفناها كويس بالفويل وحطيناها في الفرن. فقلت بقى ايه يعني مش هقدم لكم كده، مش هدخل عليكم الفيديو بالبتنجانتين والبطاطستين وخلاص، لا. فقلت لا اعمل معاكم شوية بقى إيه كشري اصفر. ناكل برضو ايه المقليات اللي احنا عملناها بالكشري يلا يعني. خليها بقى اديها ما ترحمهاش يعني. فالمهم طبعا جبت معايا نص كيلو يعني رز على العدس، طبعا انا غسلاه. وحطيت طبعا معلقه سمنه على معلقه زيت. وطبعا نزلت بالعدس بتاعي زي ما انتم شايفين بعدس على الرز كده. وهبدا ايه اقلب فيه
لغاية ما السمنة اللي موجودة معايا تغلف الرز كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى هنزل عليه بالعيار بتاع المية بتاعي وشوية ملح وهغطي عليه لغاية ما يتشرب، وبعد كده ايه اهدي النار عليه يستوي مع نفسه، ما خدش وقت خالص. انت ممكن تعملي الحاجة التانية دي وجنبها نواشف، جنبها بامية لو هتاكلي بامية بعيش، او صينية عجة جنب البطاطس والمقليات دي. فانا يعني انا بنتي بتحب الكشري، وقت يا ماما اعملي كشري، فقمت يلا سمعت كلامها وقمت عامله لكم ايه كشري. وخرجناها بقى من الفرن، شايفين عامله ازاي؟ والله لونها بجد جميل جدا، وكمان ريحتها طالعه حلو قوي علشان هي متبله طبعا قبل ما تدخل الفرن. وانا هنا بوريكم بالشوكه لان هي سخنه جدا لسه خارجه من الفرن، بوريكم البتنجان مستوي تماما برغم ان الشرايح بتاعته سميكه، وكمان البطاطس مستويه، وكمان البطاطس طعمها كده مدي سنه قرمشه. بصراحه البطاطس طعمها جميل جدا للامانه يعني. وكمان البتنجان مش شارب زيت وخفيف كده في الاكل وحلو قوي. انت ممكن طبعا تقدمي ده الحاجه دي جنب اي حاجه وتاكلها بالعيش او مع اي وجبه اقتصاديه غير الكشري اللي انا عملته النهارده. بس الكشري ده بنتي اللي طلبته، فعلشان كده انا قلت ايه اعمل لكم يعني طبق كشري جنب الحاجات دي يعني. وكان ده فطارنا النهارده، يعني كان فطار بسيط وفطار اقتصادي. وطبعا عملت طبق سلطه بلدي زي ما انتم شايفين كده. طبعا البنجر ده انا كنت قبل رمضان كنت برضو مفرزاه، الحاجات بقى اللي احنا كنا فرزناها قبل رمضان. طبعًا سهّلت عليَّ كتير جدًا، وسهّلت عليَّ وقفة في المطبخ، مش باقف في المطبخ كتير يعني، الفطار مش بياخد منّي وقت كتير، لإن كل حاجة أنا كنت مجهّزاها معاكم، شعرية ولسان عصفور وكمان مكرونات، وكمان حاجات بتاعة القلقاس وحاجات كتيرة، وكل الحاجات دي هتشوفوني وأنا باشتغل بيها إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. طبعًا عملت السلطة وقلّبتها زي ما أنتم شايفين كده، ده طبق سلطة بلدي عادي جدًا. بس طبعًا مهم جدًا عندنا، جوزي بيحبه جدًا وكمان بنتي، يعني طبق السلطة ده بالنسبة لبنتي الكبيرة ولجوزي أهم من وجودي أنا شخصيًا يعني، فلازم أهتم شوية. وأنا كمان والله باحب السلطة، أحب آكلها بالمعلقة كده، هي فيها طبعًا آمم، فيها معادن كتير طبعًا ومغذية وكده. فطبعًا كان ده طبق المقليات اللي إحنا عملناه، طبق كبير جدًا بأقل كمية زيت، وكمان صحّي برضه لإن البتنجان والبطاطس مش شاربين زيت كتير. وكمان باوريكم هنا الصينية اللي أنا عملت فيها، يعني ما فيش ولا واحدة لازقة ولا واحدة يعني مكسورة ولا أي حاجة، يعني كل واحدة طلعت سليمة كده، لإن إحنا كنا عاملين ال الشرايح كانت سميكة يعني استحملت النار، وبعد كده شيلنا وش الورق الفويل والشواية واديناها لون، بقت جميلة جدا. البطاطس والله مديها سنة قرمشة وجميلة جدا، والتتبيلة اللي احنا متبلينها مخليها طعمها جميل قوي اذا كان البتنجان او الفلفل او البطاطس. وده كان الفطار بتاعنا. سيبكم من البطيخة الصيف الشتوي دي يا جماعة. وطبعا ده طبق الزيتون الليمون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، وطبق السلطة بتاعنا او خس. وده العصير بتاعنا تمر النهارده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبحبكم في الله.